صحيح انه وللاسف الشديد يعني الشاعر المصري هشام الجخ ما كانش من نصيبه لقب امير الشعراء اللي حلم وحلمنا معاه بيه يعني ايام وليالي، لكن ده ما يمنعش ابدا انه شرفنا ورفع راسنا، وما يهمكش ابدا يا هشام، وبكفاياك وبكفايانا انك الهويس، واكيد الجايات اكتر من الرايحات. بس ده كمان ما يمنعش انه رابطه محبين هشام الجخ عملت امبارح اللي عليها وزياده كمان شويه. وسط أجواء تسودها الحماس والترقب، أقامت ساقية الصاوي مساء أمس حفلا دعت إليه كل أعضاء رابطة محبي هشام الجخ لمشاهدة فعاليات المرحلة الأخيرة لمسابقة أمير الشعراء في دورتها الرابعة، والمقامة على مسرح شاطئ الراحة وتبثها قناة أبو ظبي الأولى، ويشارك فيها الشاعر المصري هشام الجخ بقصيدة بعنوان الرسالة الأخيرة. الوقت يمضي والحياة تسارع، فاظفر بعمرك إنه لا يرجع. حاور وناقش واستمع صوت الجموع، فقط جموع الصم من لا تسمع. إني رأيت بمصر نهر محبة ما كان من دون الحوار سينبع. عانت بلادي ظلمة الصمت الثقيل، فكل صوت كان يعلو يقمع. كل صوت كان يعلو يقمع، حتى أتاها صوت جيل يناير فغدت تلملم حسنها وتجمع. والفائز بلقب أمير الشعراء قبل أن نعلنه الآن سنلبسه بردة الشعر. البردة جاءت من سوريا، يحملها أمير شعراء الموسم الثالث الشاعر حسن بعيسي ليقدمها لأمير شعراء الموسم الرابع. جاءت لحظة النهاية التي خالفت كل التوقعات، وأصيب الجميع بالذهول والصدمة والحزن لعدم فوز الجخ باللقب، والذي احتل المرتبة الثانية ب58% من الأصوات بعد المتسابق اليمني عبد العزيز الزراعي، والذي حصل على 63% من الأصوات. النتيجة أنا شايف لحد ما إن هي ظالمة شوية. القرار دوت عجب أي حد من حضرتك شايفاهم، يعني أنا برجح إن المفروض كان هشام الأول. كنت متوقع طبعا فوز الشاعر هشام الجخ، احنا مش بنشكك في الإدارة ولا في اللجنة، بس خلاص عايز لينا. والمركز الثاني يشرفنا طبعا، وهو أمير الشعراء في مصر، احنا ادينا له اللقب من قبل اللجنة تديله اللقب. رقم واحد والله يا جماعة، حرام حرام حرام، حرام والله، رقم واحد. إذا كان النهارده بجد هشام ما خدش لقب أمير الشعراء، فهو أمير قلوب كل الشباب اللي كانوا موجودين النهارده، كل الشباب على مستوى الوطن العربي كلهم في نفس واحد كانوا بيقولوا هشام 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 هشام. اللي حصل النهارده تحيز من لجنة التحكيم ضده من أول المسابقة، بس الحمد لله على كل حاجة. يعني اللي خدت بالي منه أو اللي لفت نظري مش الجايزة ولا كل ده، اللي المصريين بيعملوه انهم بيفضلوا واقفين ورا ابن بلدهم. والفائز بلقب أمير الشعراء هو هل هو فمن هو؟ إنه عبد العزيز الزراعي من اليمن. ورغم إعلان النتيجة لصالح اليمني، إلا أن الجماهير لم تتوقف عن الهتاف لهشام والتلويح له بالأعلام.
معلنين عدم رضائهم عن النتيجة التي خالفت توقعاتهم. اتفقوا جميعا على أن هشام هو الفائز الحقيقي، وأنهم سيجهزوا له استقبالا خيالي لحظة وصوله إلى مطار القاهرة يوم الأحد المقبل.